السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم فيديو جديد، بغيت نشارك معكم فقاص بلدي باللوز والزنجلان. بزاف ديال الناس كيخافوا من الفقاص، ما كيتشجعوش يصايبوه، كيفقسهم. هو فقس كيفقسهم، ولكن في هذا الفيديو غنشارك معكم المقادير والطريقه المضبوطه، وغينجح معكم. ما يبقاش خافي من الفقاص انه يطرطق لك في الفران، ولا ملي تبغي تقطعيه يبقى يدير لك بزاف د الكسور. غنشارك معكم المقادير المضبوطه والطريقه باش غنجح معكم، ما تبقاوش تخافوا منه وغيولي عندكم معتاد وسهل. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي محمر وما كاينش الكسور. غنشارك معكم جميع الاسرار ديال الفقاص. بالنسبه للكميه ديال المقادير اللي غادي ندير، انا غادي ندوبل المقادير. انا كيعجبني الفقاص يكون دائما مع كويزداتي، ضروري خاصني الفقاص سورتو كيكون مقرمل ومقوم ومن داك الشيء. هنا بالنسبه للمقادير 8 ديال البيضات درت. نتوما بغيتو ديروا نصف الكميه، يعني غديروا 4 البيضات. درت 8 د البيضات. دائما البيض بدرجه حراره المطبخ. غنزيد عليه 2 كيسان ديال السكر سنيده. انا ما كنديرش كاس د العنبه يكون عامر، كندير شويه، ما كنبغيش الفقاص يجيني حلو. غندير كاس يكون عامر ديال الزيت، غندير 2 الكيسان. الا درتو 4 د البيضات ديما كاس الزيت وكاس السكر. درت 8 د البيضات ديال البيض، 2 كيسان السكر سنيده، 2 كيسان ديال الزيت، 2 ساشي فاني. الى عندكم الساشي ديال الزهر او ديال الليمون تقدروا تعوضوه. هنا النافع عندي 4 المعالق ديال النافع يكون مصهد. غادي ندير معلقه كبيره، غادي نطحنها مع هذا الخليط هذا بالخلاط الكهربائي، كيجينا ساهل وكيتخدم لنا السكر مزيان. غنضيفو قبيصه د الملحه ضروريه في الحلوه، كتعدل لنا المذاق ديال الحلوه. ناخذ واحد القصريه وغادي نكب فيها داك الخليط اللي طحنا في الخلاط الكهربائي. من بعد غادي نضيف النواشف اللي هي كاس ديال الزنجلان. بالنسبه للكاس ديال الزنجلان غديروا نصف الكميه بالنسبه ل4 البيضات. ما تبقى ليا من النافع اللي مصهد والزنجلان يكون مصهد. وعندي اللوز هنا، درت خير ربي ديال اللوز حيت كيعجبني الفقاس يكون فيه اللوز. هنا اللوز درت 2 كيسان ونص ديال اللوز عامرين. بالنسبه للكميه ديال 4 البيضات غنديروا غير كاس ديال اللوز. انا اللوز البنات درتو في واحد السلافه وخويت عليه الماء زهر واحد نص ساعه عاد خدمت به. بالنسبه للدقيق انا استعملت الاتقان. نتوما تقدروا ديروا اي نوعيه، يعني غاليطه، المهم تكون نوعيه ديال الدقيق اللي تكون ممتازه. غادي نضيف هنا 2 ساشي ديال خميره. بالنسبه للطحين خدات مني كيلو و200 غرام ديال الدقيق اللي خدات مني. غادي نكوروا العجينه وغنجمعها كيف ما شفتوا معايا على هذا الشكل، ما تكونش تقاصحه، تكون خفيفه شويه. غادي نديروهم على شكل طولي، يكون طول متساوي. وغادي ناخذ صفر بيضه وندير ليه معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، نخلطهم مزيان وندهنوا الفقاص اللي يكون الفران بطبيعه الحال يكون بارد ما يكونش سخون. غادي ندهن الفقاص مزيان كيف ما كتشوفوا معايا من الجوانب. ومن بعد غادي ناخذ واحد الفرشيط وغادي ندير واحد الخطوط هكا كتزيين الفقاص فقط. غادي نشرطو بالفرشيطه كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما نشرطو بالفرشيطه غادي نجيب واحد البرة وغنتقب الفقاص. علاش كنديروا هاد الطريقه هادي؟ باش ملي كيتنفخ الفقاص في الفران كيلقى فاش يطلع. غادي نديروه نشعلوا عليه الفران بارد من التحت حتى يتنفخ ويعطينا الريحه، عاد نشعلو من الفوق. كنخليوه يطيب كياخذ واحد اللويان اللي هو نص طياب، ومن بعد كنخرجوه وكنغطيوه. بغيتو تقطعوا هذيك الساعه خاصكم تلويوه بالسلوفه واحد 2 ساعات ولا 3 تيرجع عليه الصهد وتقطعوه مباشره. انا ما مزروباش به، غطيته وخليته حتى لا غدلي عاد قطعته. بالنسبه للكميه ديال الفقاس الخليط اللي خلطت عطاتني هاد الكميه هادي. بالنسبه ندوزو للطريقه ديال التقطاع، كيف ما كتشوفوا معايا واحد الموس اللي يكون حاد يعني ماضي بزاف، ونقطعوا الفقاس بهذه الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا. الحمد لله ما كاينش الكسور، الفقاس ما طرطقش في الفران. يعني طريقه اللي سهله وناجحه، مجرد انك تتبعي الطريقه وغينجح معك الفقاس
وتبعي هاد المقادير اللي عطيتكم، كيجي الفقاس بنين بزاف في نفس الوقت ما كيجيش حلو بزاف. شوفوا معايا الفقاس كيفاش كيجي. انا نقرب لكم الكاميرا وغتشوفوا ملي الطريقه كيفاش كنقطع الفقاس. هنا من بعد ما نقطع الفقاس غادي نستفو في الطاوه ديال الفرن، وغنكون مسخنه الفران بطبيعه الحال يكون سخون على درجه الحراره 180، وغندخل الطاوه ديال الفقاس الفران حتى ياخذ لينا واحد اللون اللي مذهب، ونخرجوه ما نحمروهش بزاف باش ما يتحرقش لينا. كما كتشوفوا تبارك الله اللوز، انا كيحمقني اللوز يكون معمر في الفقاس. من بعد ما تحمر وخدا لينا داك اللون المذهب، كما كتشوفوا النتيجه ديال الفقاس راه سهله وناجحه 100%. ما تبخلوش عليا باللي لايك وبالبارطاج، وخليو ليا شي تعليق زوين. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه عليكم.